السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ام سناء من قناة بيتك اجمل. والنهارده يا بنات عامله لكم فيديو جميل جدا ان شاء الله يناسب ناس كتير. النهارده هنعمل ميزانية الشهر من اللحوم على قد الايد. وهقولك ازاي توفري وتدبري وتخلي بيتك مليان لحوم طول الشهر، وتعملي كل اللي نفسك فيه من غير ما تبوظي الميزانية وعلى قد ايدك. ويلا نبدأ ونقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. ومعانا كده أول حاجة يا بنات، دي كبدة مستوردة، يعني مش كبدة بلدي. الكيلو منها عامل 130، أنا جبت نص كيلو ب65 جنيه. هعملها بانيه، ولو احتجت اعملها برضو شاورما او اعملها كبده اسكندراني عادي، اقطعها حلقات كده طرنشات عادي. تمام. جبت نص كيلو بانيه، الكيلو كان عامل 170. جبت النص ب85. بصوا بقى، ده صدر فرخه، قلت له وزني صدر فرخه كده. ده عامل 50 جنيه. هقولك برضه هنعمل بيه وصفات، يعني هقولك الوصفه اللي هنعملها بيه. ماشي. يبقى كده البانيه والصدر الفرخه ده عامل كام كده؟ احنا قلنا 85 و50، 135. الكبد والقوانص كانت عامله 95. جبت ده كيلو ونص، عامل حوالي 135. تمام كده. ادي كده 135 كبد وقوانص، هعملهم على مرتين. انا كنت بجيب في المره يا بنات كيلو، يعني اجيب مثلا عشان اعمل مرتين في الشهر اجيب 2 كيلو، فانا جبت المره دي كيلو ونص واسيبه على مرتين. وهقول لك هنضيف له ايه عشان برضو يبقى حلو. جبت الوراك بقى. بصوا احنا عندنا بنحب الوراك، ما بنحبش الصدور يعني، فما بجيبش فراخ على بعض. فانا قلت اجيب كل وراك، بس انا هعملها مرتين في الشهر عشان عندنا يعني الولاد بيحبوا الفراخ شويه زياده عن اللحمه يعني. فانا قلت له عايزه 12 ورك عشان احنا 6 افراد، هعملها على مرتين. فلقيتهم ما يعدوا 300 وانا عامله ميزانيه 300 جنيه بس للفراخ. تمام. فانا قلت له انا وزني على قد 300 جنيه، فدول جم 11 ورك. هنظبطهم برضو وهقول لكم ممكن نعملهم ازاي. ماشي. جبت ايه تاني؟ جبت سمك. انا جبت البولتي اخر مره ساعه ما كنت عامله سي فود يعني وسمك بولتي. قلت بقى المره دي نغير نجيب تونه، وكمان عندي سمك تعابين في التلاجة فقلت هعمله معاه يعني. التونه يا بنات كانت عامله 100 جنيه كيلو. فانا قلت له ايه، يعني قلت اجيب كيلو ونص يطلع 6 سمكات صغيرين، يعني مش عايزاه كبير قوي. فالمهم ال3 سمكات دول طلعوا ب165. فقلت هعملهم يعني واقسم الواحده 2، هيبقى برضو حلوين ان ما شاء الله السمكيه كبيره. تمام. جبنا ايه تاني؟ جبت كيلو لحمه مفرومه. بصوا بقى الفكره دي عايزه اقول لكم عليها. دي لحمه جملي يا بنات. اللحمه الجملي ديت عامله 200 جنيه كيلو. اوفر من اللحمه التانية بكتير. اللحمه التانية 320 عندنا. فانا جبت كيلو ب200 جنيه، وبخليه يحط لي عليه ربع دهنه عشان يعني الحواوشي والكفته والكلام ده بتبقى عايزه الدهون. يبقى عامل كيلو وربع مثلا. ربع الدهنه ب20 جنيه، هو ب17 ونص، بس انا خليته يحط لي ب20 جنيه. ومعانا بقى الكوارع، فرده الكوارع ديت عامله 200 جنيه. ودي كده يا بنات لحوم الشهر كله ما شاء الله اللهم بارك. هنقول بقى، تعالوا نشوف احنا هنحسبها مع بعض كده. جبناها بكام ونقسمها ازاي عشان تكفينا الشهر كله. اول حاجه كده احنا حاطين ميزانيه 1200 جنيه للحوم. تمام. معانا 300 جنيه فراخ زي ما قلت لكم، اللي هي الوراك ديت جايين ب 300 جنيه. دول هعملهم على مرتين، وممكن تعملوا على 3 مرات كمان. مره 6 وراك كده صافي، والمره التانية ناخد ال5 وراك التانيين. نعمل مثلا دبيس لوحديها والجزء اللي فوق لوحده. تمام. معانا 220 جنيه لحمه مفرومه. معانا 165 جنيه سمك. ركزي بقى معاكي عشان احنا هنحسبهم في الاخر. تمام. معانا فردة الكوارع عامله 200 جنيه. تمام. ومعانا ايه تاني؟ معانا البانيه عامل 135 جنيه. والكبد والقوانص برضو عامله معانا 135. كيلو ونص كبد وقوانص. ومعانا الكبده عاملين 65 جنيه، نص كيلو كبده ب65. هنحسبهم بقى كده يا بنات. كده عاملين كام؟ عاملين 1220 جنيه بالظبط. تمام. يلا خلي ال20 جنيه، يلا خليها عينه شويه. هما كده 1200 جنيه. قولي ميزانيه الشهر كله من اللحوم. ازاي بقى نمشيها على الشهر كله بحيث ان انت حتى تعملي كل يوم ويوم او كل يومين لحوم؟ اول حاجه كده احنا عايزين نعمل 4 اكلات اساسيين في الشهر، اللي هو مثلا يوم الاجازه بتاعت جوزك واولادك. تمام. اول حاجه هنعمل الفراخ دي على مرتين. انت كده عندك اكلتين، ممكن تعملي منهم مره على محشي مثلا ومره على اي نوع طبيخ انت بتحبيه. يبقى كده انت عملتي يومين اكلات اساسيه. معانا اللحمه المفرومه دي هنعمل منها 4 اكلات. تمام. ومعانا السمك ده برضو يوم واحد. الكوارع يوم واحد. البانيه هنعمله برضو على مرتين. تمام. هنعمل الصدر اللي هو الواحد دوت في مره، والبانيه التاني نص كيلو في مره. الكبد والقوانص هنعملهم على مرتين.
هنعمل الكبده البانيه برده هو نص كيلو، هنعمله على مره واحده. تمام. نحسب بقى الاكلات الاساسيه اللي انا قلت لك عليها. الفراخ زي ما قلت كده نعملها على يومين او على اكلتين يعني، يبقى كده معانا يومين اساسيين. تمام. معانا السمك برده هنعمله في يوم، ومعانا الكوارع يوم، يبقى احنا معانا كده 4 اكلات اساسيين في الشهر. هتعملي مرتين فراخ ومره كوارع ومره سمك. بس طبعا تخلي موضوع الفراخ دوت ورا يعني ما يبقاش ورا بعضيه، فوتي مثلا اسبوع واعملي التاني. تمام. يبقى كده 4 اكلات اساسيين في الشهر، ايه اكلات حلوه يعني ومكلفه. خلاص نشطب بقى كده عليهم عشان نشوف بقى اللي هيفيد معانا هنقسمه ازاي على الشهر كله. اللحوم بقى يا بنات هو كيلو وربع بالدهن طبعا، يعني هو كيلو لحمه وربع دهن يبقى كيلو وربع. انا هقسمه على 4 مرات، هاخد منه نص كيلو عشان يعملوا حواوشي، والتلات ارباع التانيين كل مره هعمل ربع كيلو في وصفه. يبقى هنطلع من كيلو وربع لحمه مفرومه 4 اكلات. تمام. البانيه هعمل صدر الفرخه اللي هو السليم ده على بعضه، هنعمله مثلا مره شيش طاووق، مثلا ممكن اعمل منه شاورما فراخ، يعني هو ينفع معانا في كذا حاجه. هنشوف برضو الطريقه. والنص كيلو بانيه هعمله لوحده، يبقى كده طلعنا اكلتين من البانيه. والكبد والقوانص اكلتين برضو، والكبده البانيه اكله. يبقى احنا كده معانا 9 اكلات. تمام. 9 اكلات هتوزعيهم على الشهر كله، بمقدار بقى مثلا في الاسبوع اكلتين مثلا مع الاكل الاساسيه. يبقى انت كده تعملي يوم ويوم، يعني اكل اساسيه مثلا يعني نقول مثلا يوم الجمعه، وتعملي اكله يوم الحد، واكله مثلا يوم الثلاث. تمام. يعني توزعي اكلاتك على الاسبوع كله، بحيث ان كل اسبوع يبقى 3 اكلات. احنا معانا كده 9 اكلات عاديين، هما لحوم برضو، بس مثلا بربع بانيه، بنص قصدي ربع لحمه مفرومه، بنص بانيه كده. ومعانا 4 اكلات اساسيين، يبقى انت كده معاكي 13 يوم لحوم. واكيد طبعا في منهم اكلات هتقعد لتاني يوم، يعني مثلا يوم ما تعملي الكوارع او يوم ما تعملي الفراخ والمحشي هتقعد معاكي لتاني يوم. تمام. بس احنا معانا الاساسي دلوقتي 13 اكله لحوم في الشهر بمعدل يوم ويوم. وتعالي بقى اقول لك، لو انت في حاجه من الحاجات دي انت ما بتحبهاش او ما بتاكليهاش، ممكن تجيبي بدلها، زي الكوارع مثلا مش كل الناس بتحبها. تعالي اقولك على افكار تانية كتير، واحنا بننضف الحاجات دي كده وبنغسلها مع بعض ونشوف هنفرزها ازاي ونقسمها ازاي. ومعانا اول حاجه كده بنجهز الاطباق اللي احنا هنغسل فيها. بصوا انا مجهزه الاطباق كلها، والمصافي والملح والليمون والخل وكل الحاجه اللي انا هحتاجها عشان تبقى جنبي، ما اقعدش بقى افتح في الادراج وافتح في الظرف عشان اطلع الحاجه اللي انا عايزاها وابهدل الدنيا معايا. اول حاجه كده هنبدا بتنظيف الصدر اللي هو على بعضه السليم دوت. وانا جايباه على بعضه سليم كده يا بنات، عشان انا ممكن اعمل منه شيش طاووق مثلا، اقطعه مكعبات كده، او ممكن اعمله شاورما. فانا بخليه سليم كده لحد ما اشوف انا هعمل ايه، واسال الولاد. يعني انا بحب اجيب الحاجه وانضفها واشيلها زي ما هي سليمه كده، ما بكررش انا هعمل فيها ايه لما وقت ما اجي اعملها وقتها. تمام. هنغسل برضو بقى البانيه برضو معانا. تمام. وطبعا في غسيل البانيه او الصدر اللي انا غسلته قدامكم ده كده، بمشي السكينه كده عليه عشان لو في اي مزلقه او الحاجات اللي تبقى على بين الجلد وبين اللحم بتاع الفراخ كده، زي ما انتم عارفين. غسلت معاكم قبل كده الفراخ كذا مره والبانيه اهو. بصوا بمشي السكينه كده زي ما انت شايفه. وهقول لك بقى، بصي احنا دلوقتي خلينا بند اللحوم. انا عملت 200 جنيه وجبت الكوارع. ممكن الشهر الجاي اجيب كيلو الا ربع لحمه، عشان احنا 6 افراد هيكفينا، هيبقوا كويسين يعني. ممكن ما بتحبيش اللحمه او مش عايزه تجيبي لحمه، ممكن تجيبي مثلا اللهم صل على النبي، ممكن تجيبي مثلا ممبار، كرشه، فشه، اي حاجه. المهم تحت بند اللحوم هما ال 200 جنيه، وال 200 التانيين عملتهم لحمه مفرومه. تمام. او 220 بقى عشان انا زودت بال 20 جنيه دهون. خلاص بقى انا خلصت كده البانيه وركنته كده اهوت، ونقعته بقى بملح وخل وليمون. تمام. ودخلت على الكبده البانيه برضو. انا مش بشيلها كده يا بنات، بحب اغسلها الاول تبقى متشاله نظيفه كده عشان الدم ده. تمام. في ناس تقول لك الكبده ما تتغسلش، لا انا ما بعترفش بالكلام ده. زي ما انت شايفه كده بشطفها كده كذا مره الاول، وبعدين بقى ابدا انضف فيها كده لو فيها عرق دم ولا حاجه، ولا فيها اي حاجه كده. وانتوا عارفين الحاجه ما بتاخدش وقت، سريع سريع كده اهو. نص كيلو ما خدش وقت خالص. ده برضو انا جايباه كده اهوت بانيه. لو حبيت اعمله كبده اسكندراني عادي هقطعه بالسكينه بس، ويكون مجمد كده يكون متلج. اقطعه عادي كده ترانشات. نقعته برضو بخل وملح وليمون، بس انا حطيت له شويه دقيق عشان انتوا عارفين الكبده بيبقى فيها دم كتير، فالدقيق بقى بيشيل الكلام ده كله وبيضيع ريحه الزفاره خالص، بتبقى معاكي زي الفل. خلاص بقى انا نقعتهم كده برضو. نخش بقى على الكبد والقوانص. بصي برضو الكبد والقوانص احنا بالنسبه لنا ك6 افراد كنت بجيب في الوجبه كيلو. طبعا دلوقتي بالنسبه للاسعار اللي ارتفعت ديت، فانا بجيب بقى كيلو ونص واعمله على مرتين. بزوده بقى مثلا بقى بمكعبات بطاطس،
على حسب الطريقه اللي هعمل بيها يعني، والله وبيكفي بيبقى زي الفل وربنا بيبارك يعني. ما هو مش معنى ان الحاجه غليت يعني احنا نحرم نفسنا وما نجيبش اللي احنا عايزينه، لا والله، يعني انت ممكن تجيبي كل اللي كنت بتجيبيه بس تقللي شويه في الكميات والدنيا هتمشي عادي. تمام. انا بقى دلوقتي قسمت ايه، الكبده لوحدها والقلب لوحده والقوانص لوحدها. طبعا كنت عايزه اجيب كبده صافي خالص، بس الراجل ما كانش عنده، فقلت له كتر لي الكبده شويه، فتلاقي معايا الكبده كتيره شويه عن القوانص. القوانص طبعا بتبقى ريحتها مش حلوه قوي، وبتبقى كلها دهون وبتوزن معاكي كتير، يعني بعد ما تتنضف بس تلاقيهم حبه صغيرين ما فيهمش حاجه. الكبده طبعا خفيفه، فبتبص تلاقي في بركه في الوزن بتاعها كده. بتنضفي بقى الكبده زي ما انت شفتي كده، لو في عرق دم او في اي حاجه زي ما شفتيني كده. بصي بقى اهم حاجه بقى في تنظيف الكبد والقوانص دي، القوانص لان هي بصي عايزه تنظيف كويس. بصي بتشيلي الاول الدهون دي كده، ما تخليش اي دهون في القوانص خالص من الظهر، يعني بصي اي دهون تشيليها. الدهون دي بتبقى فيها ريحه زفاره فظيعه. تمام. ما تقوليش مثلا عشان تدي طعم حلو، لا دي مش دي الدهون اللي بتدي طعم حلو، عشان يبقى بس نبقى متفقين مع بعض. تمام. بصي بقى الجزء دوت، في ناس كتير بتخليه ما ترضاش تشيله. انا هعتبر نفسي ان انا هخليه مش هشيله وهنضفه معاكي دلوقتي، عشان عايزه اوريكي حاجه. اولا تمشي على القنصه كلها كده من الداخل كده بالسكينه، شفت اللي طالع من السكينه عامل ازاي من التكحيت. ما تقوليش انضفها بايدي كده، لا السكينه بتشيل لك كل حاجه. انا ماشيه بقى على الجزء اللي بقولك عليه دوت، اللي هو في ناس بتخليه دوت، انا خليني معاكي للاخر واخليه ماشي. نضفته بالسكينه وكحته من ناحيتين. معلش بقى سامحيني في الحته دي كده. بصي بتضغطي عليه بتطلع ايه، نضفنا اللي فيها وضغطنا عليها تاني، بصي بتطلع ايه. معلش يعني المنظر مقرف شويه، بس انا عشان عايزه اوصل لك قد ايه القطعه دي بتبقى مؤذيه وزفره وتبوظ معاكي الاكله. مفيش حاجه اسمها نخلي الحته دي، مهما تغسليها وتنضفيها مش هتنضف معاكي وهيبقى ريحتها وحشه جدا. فما ينفعش تخليها، ما ينفعش نهائي. فتشيليها يعني مش مشكله، تقلل من وزن الحاجه اللي معاكي، بس تاكلي حاجه نظيفه. بصي بقى الفرق، المنظر عامل ازاي، بصي الفرق بعد التنظيف. بصي الدهون صفرة وعامله ازاي، فالدهون كلها تتشال، والجزء اللي انا شلته قدامكم بالسكينه ده يتشال نهائي، لان مهما تنضفيه وكحتيه تيجي تضغطي عليه بيطلع حاجات كده برضو زي ما انت شفتي. فدي القطعه دي ضروري جدا تشيليها وانت بتنضفي القوانص. نيجي بقى للقلب. بصي في الرسمه اللي هي في النص دي كده اهوت، اللي هي نازله في النص دي كده زي رسمه القلب اللي احنا عارفينه، تدوسي عليها بالسكينه من النص كده، ما تعمليش القلب وهو سليم. بصي بقى جواه دم ازاي عامل ازاي والعروق دي، وتشيلي بقى الصمام بتاع القلب اللي هو اللي فوق ده كده، اللي هي الجلده البيضه ديت اهو، شفتي. ويعني تفحصيه كويس بقى، ما تخليش فيه اي عروق ولا اي حاجه. بصي اللي نزل منه، العروق اللي نزلت، عروق الدم عامله ازاي، فتخلي بالك عشان برضو في ناس بتعمله مقفول زي ما هو، فطبعا ما ينفعش. ادي كده بالنسبه لتنظيف ايه الكبد والقوانص والقلوب. تمام. كملتهم بقى كلهم. بصوا اللي طلع من الكبده. الاول بقى قبل ما نقعهم هنشوف البانيه والحاجه اللي نقعناها، عشان كده خدت وقتها خلاص. هشطفهم بقى واصفيهم كده في المصفى كده، ده البانيه واللي هو الصدر اللي هو السليم، واشطفهم كده كذا مره. تمام. وانا بشوفهم بقى معاكم كده يا بنات، عايزه اقول لك على حاجه. لما تيجي يعني تكوني نازله تشتري طلباتك من السوق، انت مثلا محدده للخضار مثلا 100 جنيه في الاسبوع، 200 جنيه زي ما يكون، شوفي ميزانيتك ايه، تاخدي المبلغ اللي انت عايزاه، بس المبلغ اللي انت محدداه. انا مثلا رحت عند الفرارجي، انا عامله حسابي 300 جنيه للفراخ. معلش احنا كستات بنضعف قدام المشتريات، ولو وقفنا شويه هنجيب المحل كله. لو معاك استطاعه هتجيبي المحل كله، عايزه تجيبي لبيتك ولعيالك الدنيا كلها. فانت طبعا تاخدي المبلغ المحدود بس اللي انت عايزاه عشان تمشي على قده، متاخديش معاكي فلوس زياده، عشان بصي نفسك عماله تشتري على حساب حاجات تانية، وهتأثري في البيت في حاجات تانية. بص انا كده خلاص صفيت بقى البانيه والكبده، البانيه خلاص في مصفى كده، وهبقى كيسهم بقى. دلوقتي كده الكبد والقوانص انا بادئه على القوانص لوحدها، حط لها برده خل وملح وليمون وشويه دقيق، والكبده نفس الكلام، يعني نفس اللي بحطه هنا هو اللي بحطه هنا. هننقعهم برده مع بعض شويه، ونشوف بقى الوراك. انا غسلت معاكي الوراك قبل كده كذا مره، بس انا برضه عشان يعني اكيد ان شاء الله يعني كل مره الفيديو حد جديد بيشوفه او في ناس جديده بتدخل تشوف الفيديو، فلازم برضه اوريكم الطريقه بالنسبه للبنات اللي هي اول مره يعني تغسل الفراخ والحاجات دي. بص كده احنا بنشيل الحته اللي هي في الورك من تحت، اللي هي في العظميه اللي تحت دي خالص، والجزء بتاع الدهون ده بقى يا بنات، ده اهم حاجه برضه يتشال في الورك. بصي تسلكيه كده بالسكينه بالراحه من غير ما تشيلي من اللحم. اهو الدهون دي كده اهو تبقى في اخر الورك من تحت كده، مع الجلد اللي هو الزياده ده اهو، الجزء ده كله يتشال خالص ويترمي.
لو عايزه الفراخ تبقى معاكي حلوه كده وريحتها حلوه ومفيش ريحه زفاره ولا حاجه، تشيلي الجزء اللي انا قلتلك عليه ده. هنبدا بقى ننضف. بصوا بقى يا بنات، بايدك كده، وتخلي الورك عكس الميه، يعني الريش اللي فيه يبقى عكس الميه، عشان الميه بتخلي الريش يطلع على الوش كده ويبقى ايه ظاهر. تشيلي بقى اي حته فيها اي ريش يعني تشيليه خالص، وتمشي جزء جزء عشان ما تسيبيش حته. تمام. وبالسكينه بقى كده وتمشيها برضو عليه. هتشيل الحته اللي بتبقى في العظم دي، اللي هي زي الفش او حته الكبده كده، مش عارفه، او يعني حاجه بنرميها يعني. تمام. هنقلب بقى كده الجلد عشان ننضف الورك من جوه، عشان يبقى فيه مزلقه كده، تبقى فيه زي ماده سايله كده. تمام. طبعا دي تخلصي منها خالص من كل ناحيه في الورك كده. هتشوفيها معايا اهو انا بشيلها. بصي شايفه، بصي نازله ازاي. برضو السكينه اللي هتساعدك ان انت تنضفيها بسهوله. معلش الاضاءه ضعيفه دلوقتي عشان النور كان قطع عليا، بس انا يعني قلت اكمل برضو عشان الوقت، عشان الحاجه طبعا ريحتها بتغير. وعايزه اقولك على حاجه، لما تيجي تنضفي اللحوم زي كده جايبه حاجه الشهر كلها، ما تخليش الحاجه كلها بره. انت حطي الحاجه في التلاجة على الرف، وخدي الحاجه اللي هتنضفيها خلصيها، وخدي الحاجه اللي بعديها، عشان الحاجه لو قعدت بره معاكي كام ساعه ممكن ريحتها تتغير. تمام. ولو الحاجه هتكتر عليكي ومش قادره تنضفيها كلها في يوم واحد، هاتيها على يومين 3، ما تزنقيش نفسك عشان ما تتعبيش، وعشان ريحتها ما تغيرش معاكي. كده خلصنا الورك اهو زي ما انت شايفه. تعالي بقى نشوف الكبد والقوانص، كانت خلاص اتنقعت. عايزين برضو نشطفها كده ونصفيها عشان برضو نكيسها ونشيلها. وهقولك على حاجه برضو كده واحنا بنشطفها. لو انت ميزانيتك اقل من 1000 جنيه، يعني 800 جنيه يا جماعه، احنا نمشي على قد ظروفنا وعلى قد امكانياتنا. احنا ممكن نجيب في الاسبوع مره واحده لحوم عادي خالص. معلش انت اي حاجه بتاكليها البطن ما بتشكرش زي ما بيقولوا. تمام. بس احنا بنتكلم على الفايده والحاجه اللي تفيد الاولاد عشان جسمهم بيتكون. فانت على قد ما تقدري امشي على قد ظروفك وقد امكانياتك، ما تبصيش لحد، مالكيش دعوه صاحبتك بتجيب ايه، جارتك عندها ايه، اختك بتجيب ايه. كل واحد يمشي على قد ظروفه وعلى قد امكانياته. امكانياتك اقل من 1200 جنيه، ممكن تخليها مره لحوم في الشهر، مرتين لحوم في الشهر، مره اكله دسمه حلوه كده، ومره ربع لحمه مفرومه تعملي كفته، مره نص بانيه. في على فكره وصفات كتير قوي من ربع كيلو بانيه، برضو انا هعملها معاكم عشان تبقى اكلات كده ايه على قد الايد وعلى قد الامكانيات. تمام. المهم ما نحرمش نفسنا ونجيب اللي نفسنا فيه، بس برضو على قد ايدينا. تمام. هو على فكره الغلا والاسعار والظروف دي على الكل، مش عليكي انت بس. ما تحسيش ان انت مقصره في بيتك ومع عيالك، لا، احنا هنمشي على دي، الله دي حكمته، هنمشي على قد امكانياتنا. تمام. خلصت بقى انا كده الكبد والقوانص وحطيتها في علب كده، الكبده لوحدها والقوانصه لوحدها والقلب لوحده، في العلبه مرصوصين برضو. تمام. عملتهم على اكلتين. خلصت الوراك برضو زي ما انت شفتي الورك الاولاني، عملتهم كلهم بنفس الشكل، ونقعتهم برضو بالخل والملح والليمون وشويه الدقيق. شويه الدقيق يا بنات في اي حاجه بيضيعوا ريحه الزفاره وبيضيعوا الدم، ما تلاقيش الحاجه فيها دم كده ولا فيها ريحه وحشه. تمام. هركنهم برضو شويه. ركنتهم بقى حوالي ربع ساعه كده، ورجعت لهم تاني عشان نشطفهم بقى. وبرضو انا هشيلهم زي ما هم كده سلام يا بنات. مش هقطع دبابيس لوحدها والجزء اللي فوق ده لوحده، ولا انا هعمل لهم اي حاجه زي ما هم، لان انا ممكن مثلا اجي في وقت عايزه اعمل لهم حمام كداب فهخليهم. ممكن مثلا عايزه اعملها في صينيه فراخ، صينيه قصدي بطاطس بالفراخ. ممكن مثلا يجي لي ضيوف على غفله، فمش هينفع ان انا اقطع الورك نصين او يبقى في دبوسه. لا، حكايه الدبوسه والجزء اللي فوق دوت يعني ده لوحده ده لوحده في يوم، يعني 6 دبابيس كده واعملهم في اكله مع مكرونه مثلا بصلصه يجي لينا احنا، انما ممكن يجي لك ضيف على غفله. فبخلي الحاجه سليمه كده على حسب استعمالي وقت ما اجي اعملها. تمام. فانا بقولك على الفكره دي برضه عشان تبقى عارفه. انت بقى مثلا عامله حسابك ان مش هيجيلك ضيوف، او انت مش هتعزمي حد الفتره ديت او ايا كان، قسمي حاجتك على قد احتياجاتك. كده احنا خلصنا بقى الفراخ والبانيه والكبد والكلام ده كله. غسلت المصفى والطبق كويس والحوض عشان اعمل بقى السمك. السمك رغم ان هو بيبقى يعني زفر او في ريحه زفاره، بس برضو بيلقط الزفاره جدا، والتونه بالذات. انا شطفتهم شطفه كده سريعه وهغسلهم بقى، هبدا بقى افتحهم وانضفهم معاكم. بصراحه بقى انا اول مره اجيب يعني 3 سمكات كده، بس انا لقيتهم هم وزنهم ما شاء الله يعني معدي كيلو ونص، الكيلو كان عامل 100، وما شاء الله السمكيه حلوه كبيره يعني. فقلت تقطع نصين مثلا لو انا هعملها مثلا سنجاري ليه مثلا. ممكن برضو لو هعمله صينيه ممكن السمكات تقطع 3 قطع، لو هعمله صينيه مثلا مع بطاطس وكده يعني. برضو انا اللي هشيله سليم زي ما هو، مش عارفه انا لسه هعمله ازاي.
تمام. انا ما بحبش ان انا مثلا اقطع الحاجه زي ما قلت لكم، واجي بقى وقت ما اجي اعملها اطبخها يعني اتضايق بقى ان انا كنت عايزه اعملها كذا وهي متقطعه بالطريقه دي. فبدي لنفسي يعني ايه فرصه ان انا اختار الاكله اللي انا عايزاها وقت ما اجي اطبخها. فتحت بقى كله كده، وبتشيلي الزعانف من كل ناحيه، وبتشيلي الراس زي ما انت شفتي معايا كده. تمام. وابدا بقى انضف من جوه مطرح البطن كده. وفي كده في السلسله اللي في النص دي كده بقى في زي سلسله دم كده لازم تشيليها. ماشي. والفتحه اللي بنفتح منها بالمقص دي برضو تشيليها كويس، تنضفيها كويس قوي. معانا بقى كده بص السلسله اللي قلت لك عليها اللي هي سلسله الدم دي او عرق الدم ده كده. الفرشه دي يا بنات الناس اللي اول مره تشوفني انا مخليها للسمك، بنضف بيها السمك. جايباها جديده مش مستعمله خالص، يعني ما تجيبيش فرشه مستعمله عندك، لا انا جايباها جديده لتنظيف السمك. وما بجيبش الفرش اللي هي الجاهزه في المحلات دي، عشان بتبقى طويله قوي كده وما بتساعديش في تنظيف الحتت الصغيره اللي في السمكه. دي بقى بتشيلك الدم اللي بيبقى في السلسله ده كويس، وما بيخليش اي اثر للدم. بمشيها برضو على السمكيه من بره. بصوا بقى الفرق بين السمكه دي والسمكه دي. هي السمكه المتنضفه دي هي لونها كده، هو السمك التونه يا بنات بيبقى لونه احمر من جوه كده، بس هي متنضفه وزي الفل ما فيهاش اي حاجه. واظن الفرق باين بينها وبين السمكات التانية. هنحط برضو الملح والليمون والخل والدقيق. والدقيق لازم تحطيه للتونه، لان التونه بيبقى فيها ريحه زفاره شويه عن السمك التاني، عن مثلا البوري عن البلطي، بيبقى الريحه فيه يعني ايه باينه قوي. تمام. سيبته بقى حوالي نص ساعه عشان ياخد حقه في النقع كده. وبصوا بقى معانا زي الفل اهو زي ما انت شايفه. هشطفه برضو شطفه واتنين وتلاته كده، وهسيبه برضو في المصفى كده ايه يتصفى معايا، وهكيسه. نيجي بقى للحمه المفرومه. بص انا بحطها في صينيه كبيره كده الاول كلها، وافردها كده كلها يكون سوا واحد، ميبقاش يعني جزء عالي وجزء ايه منخفض كده. وبقسمها بالشكل ده زي ما قلت لكم، ده كيلو وربع، يعني كيلو لحمه وربع دهن. بال20 جنيه دهنه يعني. دي لحمه جمل يا بنات، وبتستوي بسرعه على فكره، ما بتاخدش وقت خالص في السوا. هتعمليها للجلاش، هتعمليها للمكرونه بالبشاميل، هتعصجيها لاي حاجه بتستوي. انا ما قلتلكوش على الفكره دي، انا لما جربتها فعلا. في وفر 120 جنيه في الكيلو، يعني دي كيلو ب200 جنيه لحمه جملي من عند جزار موثوق منه كده يعني، وجزار كويس. حلوه جدا في الاكل على فكره. هي اللحمه الجملي صعبه في الاكل لما تكوني هتسلقيها، بتغيب جدا في السوا وبتشد معاكي وانت بتاكليها. هما كيلو وربع يا بنات، قسمتهم على 5 اكياس. كيس 400 جرام مثلا كده، والباقي قسمتهم على 4 اكياس. هيبقى برضو وزنهم كويس، وهنعمل منه وصفات كتير. نيجي بقى يا بنات للكوارع. الناس بقى اللي بتحب الكوارع، وحتى لو انت مش بتحبيها وجوزك بيحبها، تعالي على نفسك شويه واعمليها، لازم تعملي له الحاجه اللي بيحبها. بصي بقى الكوارع عشان تنضفيها كويس انت تعملي بحرف السكينه. بصي حرف السكينه بينضف معاكي ازاي، وبيشيل السواد والحاجات اللي انت شايفاها دي. لو عملتي بعرض السكينه كده هتبقى صعب عليكي شويه. حرف السكينه بقى ومشيه في كل جزء هيشيل لك كل الكلام ده كله. تمام. انما بطن الضافر ده اسمه ضافر بتاع الكوارع يعني. البطن بتاعت الضافر دي اللي تحت دي بقى تعمليها ببطن السكينه عادي او بعرض السكينه، كحتيها كده. بعد ما تشيلي كل السواد اللي فيها تبصي فيها كويس من جوه، في اللحمه بتاعها من جوه كده. بصي في بعض الكوارع بتبقى جايه فيها شعر كده مبيبقاش شايلينه كويس. عليكم بالمنقاط بقى يا بنات، ده المنقاط ده بتاع المطبخ، تمام، مش بتاع استعمالك الخاص، او مش يعني هو بتاع المطبخ، ما بتحطش في اي مكان تاني وما تستعملوش في اي حاجه تانية، هو في درج المطبخ. تمام. خدي بالك بس من الموضوع ده. تجيبي ملقاط كده تخليه في درج المطبخ. للبط مثلا ساعات بيبقى فيه ريش، ليه حاجه زي كده. لو هتجيبي مثلا فرخه باديه تنضفيها في البيت. تمام. نضفتها كلها بالشكل ده كده، ولو في شعر ولا حاجه شلته زي ما قلت لكم كده بالملقاط. وننقعها بقى بايه؟ بالليمون. مش هنحط ملح خالص عشان ما يغيبش السوا بتاعها. لو حطيت لها ملح في النقع هتيجي تسلقيها مش هتستوي معاكي بسرعه. ومش محتاجه دقيق لان هي ما فيهاش دم وما فيهاش ريحه زفاره. تمام كده. انا كده خلصت اللحوم معايا النهارده يا بنات كلها، وشلتها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. تمام. ادي ما شاء الله كده معانا كده زي ما قلت لكم 13 اكله، هتكفي معانا ان شاء الله بالف هنا وشفا اللي هياكل الشهر كله. ممكن نعمل يا ستي 8 اكلات. لو انت ظروفك ما تسمحش هتعملي 4 اكلات اساسيين و4 اكلات عاديين، بربع لحمه بربع بانيه زي ما يكون، لحمه مفرومه يعني. تعمليها في نص الاسبوع، يبقى معاكي اكلتين، اكله في نص الاسبوع واكله يوم الاجازه، والحمد لله رضا من عند ربنا. تمام. المهم يعني عايزه اوصلك ان انت تمشي على قد امكانياتك، وتدبري وتوفري كده وتفكري، وتنزلي تشوفي الاسعار اللي موجوده في السوق ايه، وتسالي عند واحد واثنين وثلاثه وتشوفي الانسب لك.
وكل شهر تغيري، يعني مثلا مره تجيبي حمام، مره تجيبي بط لو بتحبوه مثلا. طبعا بس بدل حاجه تانية، يعني ايه مثلا تلغي الفراخ وتجيبي حاجه بدلها. المهم تجيبي كل اللي نفسك فيه واللي اولادك نفسهم فيه، على قد امكانياتك، وربنا يعينكم يا رب ويصلح حالنا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.